تصنع النحلة العسل لهدف واحد، كي تقتات عليه وتخزنه لتتغذى عليه عند شح الغذاء في فصل الشتاء. تمضي النحلة العاملة جل يومها في التنقل بين الأزهار لتمتص الرحيق باستخدام ألسنتهم الطويلة الخاصة، ويخزنوه في معدة أخرى مخصصة للرحيق. بعد أن تزور ما يقارب 5000 زهرة في اليوم الواحد، تتجه النحلة العاملة إلى خليتها، بينما تكون الإنزيمات داخل معدتها قد بدأت عملية صنع العسل. وعندما تصل إلى خليتها، تقوم هذه النحلة العاملة باستفراغ محتوى معدة العسل إلى فم عاملة أخرى، ثم إلى فم عاملة أخرى. وكل نحلة تضيف المزيد من الإنزيمات، والتي بدورها تحول الرحيق المستفرغ مرارا إلى عسل لذيذ تصنع منه العديد من الوصفات اللذيذة. وحتى هذه المرحلة يحتوي الرحيق على كمية ماء عالية، فتقوم النحلات العاملات بتحريك أجنحتهن داخل الخلية، وتنشئ تيارا